السلام عليكم ورحمة الله. مع حضراتكم باشمهندس أبانوب من شركة ديكوريتيف. احنا عندنا تسليمة في الشيخ زايد. العميل كلمنا عاوز يكسر السيراميك كله وأسسنا كهرباء جديدة، وطبعا أسسنا السباكة بالحمام والمطبخ وعزلنا الحمام والمطبخ. الشقة معانا طبعا بعد ما تعاقدنا ووزعنا الفرش بتاعنا عشان الكهرباء تبقى جاية مظبوطة جدا على الفينوتشر الفرش. العميل طبعا كلمنا وتعاقدنا على طول وابتدأنا ان احنا نشتغل. اسسنا السباكة وكسرنا السيراميك القديم وجبنا سيراميك جديد وعملنا شوية حاجات جيبسون بورد كده وشوية حاجات حلوة، مع ان العميل ما كانش عايز يعمل كل ده، يعني كان عايز يعمل شوية حاجات كده بسيطة، بس احنا الحمد لله عملنا شوية حاجات كويسة. وخلوكم معانا واحنا هاخد حضراتكم ونروح نشوف التشطيبة اللي احنا عملناها في الشيخ زايد. السلام عليكم ورحمة الله. مع حضراتكم باشمهندس أبانوب مجدي من شركة ديكوريتيف. عندنا تسليم في شقة في الشيخ زايد. الشقة دي استلمناها إعادة تأهيل. العميل كلمنا عاوز يكسر الأرضية كلها، والنقاشة طبعا عملنا نقاشة جديدة وعملنا جيبسون بورد، وأسسنا طبعا للكهرباء وللتكييف وللحاجات دي كلها. طبعا اول حاجه عملناها المطبخ ده طبعا كان مطبخ مقفول، الحائط دي كلها كانت مقفوله، وكان الجنب ده كله كان مقفول، وكان الباب بس من الجزئيه دي. طبعا احنا عملنا تعديل معماري في الاول وشلنا الارضيات كلها، والعلب اللي معانا كويسه بنستخدمها، والعلب اللي مش معانا طبعا كنا بنلغيها. عندنا هنا عملنا طبعا التعديل المعماري ان احنا كسرنا الحائط دي، والعميل قال لنا سيبوا رخامه، هيعمل الرخامه كلها مع رخامه المطبخ. عندنا هنا المطبخ بتاعنا اتعمل امريكان، وعملنا ماجنتيك تراك حلو جدا وشكله جميل جدا. اسسنا طبعا كهرباء لتحت البار، واسسنا للغساله وحنفيه الغساله وللستين بتاعتنا كلها داير لف، عملناها برضو لليونت اللي في النص ما بين اليونت العلويه واليونت السفليه. وهنا عندي الحوض، واسسنا للفلتر وكهرباء، واسسنا كهرباء، زودنا كهرباء مدروسه على الوحدات بتاعتنا ان كان البوتاجاز او الحوض بتاع الفلتر او الثلاجه. وطبعا الممر والمدخل حلو جدا، ده بالنسبه للمطبخ. وطبعا هنا عملنا جيبسون بورد. تعالى عملنا هنا الجيبسون بورد، عندنا الليد بتاعنا، وعندنا الاسبوت الخارجي الثلاثه حركه، والجرس طبعا مع الباب. عندنا هنا تحكمات الاناره هنا على الليد، ومفتاح للسبوت لايت، ومفتاح على السبوت لايت على مفتاحين. وعندنا هنا في البلان وفي توزيعات الفرش بتاعنا بالمقاسات بتاعتنا طبعا المظبوطه جدا. عملنا هنا الدايننج روم، واسسنا ابليك منفصل ليها وبريزه، ده بالنسبه للدايننج، لان المطبخ يطلع الاكل على الدايننج هنا. وهنا عندنا الليفنج عندنا كنبه حرف ال، واسسنا ليها بريزه ومفتاح للابليك، وبريزه ومفتاح للابليك الناحيه الثانيه. ده بالنسبه للقعده هنا، وسنطرنا في وشها التي في يونت. عندنا البرايز وعندنا الدش، وطبعا اسسنا للتكييف. وعندنا هنا كانت هي يعني تشالنج بالنسبه لنا، كان يعني حاجه، بس الحمد لله ربنا كان معانا، وهي ان احنا كان عندنا هنا الحائط بتاعتنا كانت جايه كلها لحد هنا، وده الباب بتاع البلكونه. طبعا هي يعني حضراتكم هضيف مع الفيديو بتاع التسليم، هضيف الفيديو الشرح الشقه في الاول استلمناها كانت عامله ازاي، والاضافي والتعديل بتاعنا المعماري اللي احنا عملناه. هنا كان عندي الحائط ولحد هنا، وده الباب بتاع البلكونه. والبلكونه طبعا ما كانتش موجود فيها كان السور، وكان السور بتاعها من الجبس، وطبعا ده غير امن وضار جدا، لان ممكن على اي حركه او لمسه يقع، فالشخص يقع ويموت لا قدر الله. فالعميل حب ان هو طبعا عشان يستغل المساحه دي كلها، فقال لنا يا باشمهندس احنا ايه رايك لو نشيل الحائط دي؟ وكان اختيار موفق والحمد لله، شلناها طبعا كلها وضفنا البلكونه معانا على الريسبشن. مفتاح التحكم بتاع البلكونه معايا
المفتاح طبعا هنا للاناره بتاعه البلكونه. وعندنا الشباك طبعا البانوراما الكبير ده طبعا حلو جدا وكويس ان هو من قطاع اليو بي في سي، طبعا حاجه محترمه جدا. استخدمنا هنا الجرار للجزئيه دي وهنا القوابيل علشان خاطر يكون في تماسك كويس ما يلبش معايا ويكون امن وحلو جدا. وطبعا السلك معانا، ادي عندي الشباك، وطبعا شباك مقابل ليه برضه في البلكونه معايا في الجنب ده الشباك بتاع البلكونه. وفي التصميم بتاعه كمان خليت حتى المصنع يثبت لي الجزء اللي تحت ده علشان خاطر لو هبتدي ان انا هفتحه او هستخدم اي حاجه او هشوفه بتبقى واقف ما يكون اكتر امانا. وطبعا السيراميك معانا اللي تركب من كليوباترا فرز اول قطع ليزر، وزي ما حضراتكم شايفين يعني العرموس ماشي معايا مكمل حتى في الوزر، ان كان الرأسي او الافقي ماشي معايا مكمل في الوزر. عندنا طبعا الكهرباء بنسبه 95%، البرايز دي كلها اللي كانت موجوده كسرناها وعملنا برايز جديد وعلب الماجيك جديد، واسسنا على كل استخدام احنا عايزينه. يعني عندنا الكنبه اسسنا باريزه يمين وباريزه شمال، عندنا التي في هنا ما كانش فيه التي في ده اسسنا له طبعا، البار الحمد لله عملناه، وطبعا العرموز بتاعنا اللي مكمل معايا للمدخل كله. عندنا هنا ابواب محترمه جدا، حاجه كويسه باكسسوار اسود. انا عندي اول غرفه زي ما حضراتكم شايفين، الغرفه الاولى برضو السيراميك اللي مستخدمينه سيراميك 60 في 60 فرز اول قطع ليزر. والجنب ده هو تعبنا جدا الكيرفات دي بس الحمد لله عملناها، وكان زي ما حضراتكم شايفين ادي عندي الشباك وادي عندي السلك البليسيه، ده عندي الشباك الازاز العاكس والسلك البليسيه. وعندنا هنا في توزيعه البلان عندنا السرير مكاني هنا، واسست باريزه للكومود واسست باريزه تحت ومفتاح التكييف، ومؤسسين طبعا للصرف بتاع التكييف وتحكمات الاناره وكشاف الطوارئ اللي فوق. ده بالنسبه للغرفه بتاعتنا الاولى. الغرفه الثانيه برضو الابواب بتاعتنا بالقشره الخشب الطبيعي. هنا عندنا الغرفه بتاعتنا الثانيه اسسنا عندنا السيراميك ال 60 في 60 برضو، كل الشقه كلها 60 في 60 فرز اول قطع ليزر من كليوباترا، وطبعا العواميس معانا اللي مكمله في الشقه كلها. عندنا هنا مؤسسين هنا للسرير، ادي تاسيس كهرباء للكومود والكومود الثاني. وعندنا هنا كده الدولاب ومكان للمكتب. عندنا هنا الاناره، عندنا هنا البريزه وهنا مفتاح التكييف، حتى احنا يعني موصل وشغال التكييف معانا. وعندنا هنا الاناره بتاعه الغرفه الثلاثه تكه، ده بالنسبه للاناره. طبعا كشاف الطوارئ اللي فوق. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم برضو الشباك معانا شباك يو بي في سي والسلك البنسي بتاعنا، وطبعا كان من رغبه العميل ان احنا نسيب له الشباك اللي بره. تمام. تعالى هندسه. طبعا في ملحوظه مهمه جدا، هي هنا عندي الخباطه دي مهمه جدا، ان لما اجي افتح الباب الاكره ما تخبطش في الحائط فتبهدل الحائط معايا، لا خالص. الخباطه دي كويسه جدا وبتحافظ على الباب وعلى الاكره ما تخبطش وتعمل علامه في الحائط. استخدمنا هنا الالوان بتاعت الشقه كلها بريز، والسقف معمول نصيص ابيض، والسبوت الخارجي اللي مستخدمينها في الاناره. هندخل عندنا هنا على الحمام. طبعا المعبره الرخام اللي في الارضيه دي طبعا علشان خاطر نسبه الميول بتاعتنا اللي في الحمام وان الميه ما تطلعش بره. هنا عملنا البلاعه الهيدن اللي بتبقى مش باينه، وعندنا هنا الشاور. انا عارف ان الحمام هنا صغير، مساحته صغيره، ولكن الحمد لله استغليناه افضل استغلال. هنا عندي الشاور وعندي الخلاط، ومعمول كمان الرين شاور بطريقه حلوه جدا ومش مخفي ولا في اي ماسوره موجوده في الدش ولا في اي حاجه. وهنا السماعه، وهنا عندي المرايه الليد بتاعتي، يعني المرايه الليد كويسه جدا حتى في انارتها.
وهنا عندي الاناره والبريزه، وعندي الحوض بالخلاط، وعندي هنا التويلت، وعندي هنا الخلاط الهاند، وعندي هنا طبعا القصه بتاعه الغاز. ده بالنسبه للحمام. هنا الحمد لله الموقع كان يعني كنا مستلمينه حاجه ضايعه خالص، والحمد لله شطبناه وعملناه على زي ما حضراتكم شايفينه بتكلفه قليله جدا. مش معنى ان الموقع اللي احنا استلمناه في الشيخ زايد فالشيخ زايد يعني نعمل حاجات بارقام خزعبليه، لا خالص. حتى في نسبه الاشراف انا بشتغل بنظام الاشراف الهندسي، ما بنشتغلش بنظام الباقه. الموقع كان معانا هنا ما شاء الله كويس، والدنيا فيه كانت ماشيه حلو جدا. ما كملناش الشهرين كنا مخلصين الحمد لله، او اقل من كده كمان. الموقع يعني هبقى احط لحضراتكم الفيديو اللي انا استلمنا الموقع فيه كان عامل ازاي، وسلمناه زي ما حضراتكم شايفينه بتكلفه قد لا تكون موجوده يعني على اللي احنا عملناه كله. والحمد لله ده التسليم بتاعنا بتاع الموقع اللي في الشيخ زايد. او اي استفسار تواصلوا معانا على رقمنا اللي على البيج او على الواتساب. كان مع حضراتكم باشمهندس أمانوب مجدي من شركه بكريتيف. شكرا.